صيغات ديالكم الاباء ديالنا اللي حاضرين معنا اليوم. اليوم كتشاهدوا معنا الافتتاح الرسمي للنادي الرياضي ونادي الانشطه التربويه ان شاء الله في دار الشباب الحسن الثاني. اليوم كما كتشوفوا عندنا واحد الاستعدادات من طبيعه الحال لافتتاح الموسم الرياضي ديال الفئات اللي كنستهدفوا في هذا المجال الرياضي ابتداء من 6 سنين حتى ل 14 عام. كنخلقوا واحد الجو فاش يتنفس الطفل رياضيا ذهنيا ثقافيا هنا بدار الشباب الحسن الثاني. وبقات واحد الطاقم تربوي اللي هو كفء من طبيعه الحال وذو خبره في هذا المجال. وكما قلت لكم عندنا الافتتاح ديالنا ما استهدفناش غير المجال الرياضي، كان المجال الثقافي والفني والتربوي ان شاء الله اللي غيكون في القاعه دار الشباب الحسن الثاني ان شاء الله. هذا الشيء درناه علاش؟ لانه كما كنعرفوا وزازات كاين خصائص ديال الفضاء الترفيهيه ناقصه. خلقنا هذا الجو وهذا الفضاء هذا باش الناس يلقاو فين يحطوا وليداتهم ان شاء الله. من الاباء ديال احد الاطفال اللي مشاركين في هذا النادي هذه مده 3 سنوات. وفي هذه المده كلها حنا كنشوفوا ان هذا النادي غادي يتطور. وسورتو هذه الانطلاقه ديال اليوم، انطلاقه مزيانه مباركه تنظيم كان في المستوى. هذه الانديه كتزيد واحد لا فالور اجوتي لوليداتنا انهم تيكونوا ناشطين وتيتحفزوا وميم طون انهم تيمارسوا الرياضه موازاه مع الدراسه ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، معكم فرزازات اونلاين. اليوم في افتتاح منشطين دار الشباب الحسن الثاني بورزازات. حنا في هاد الجروبات وهاد الفرق حنا كنستافدوا منهم الخبرة، كنستافدوا منه المهم بحال الباسات داكشي كامل. الا كبرنا نولوا شي محترفين ان شاء الله باذن الله. لاعب في جمعيه المنشطين التربويين، دوزت عام وحصلنا فيه على العديد من الجوائز. تعلمت في هذا النادي شحال من الحوايج وغادي نعاود نتقيد فيه باش نزيد ننمي المهارات ديالي. شنو تقدر تقول للدراري اللي في العمر ديالك؟ لعبوا كره راه ممكن تحققوا الحلم ديالكم.